بعد ما عملت أكبر كتب كتاب في مصر، الحسد دخل حياتها وعرفت إنه جالها سرطان قبل فرحها بأيام. البلوجر حنان الحكيم صدمت المتابعين بخبر مرضها. يا ترى إيه اللي حصل لها؟ وهل فعلا كل ده بسبب الحسد؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. البلوجر حنان الحكيم حديث السوشيال ميديا كلها في الساعات الأخيرة. الكل كان قاعد مستني فرحها بفارغ الصبر، خاصة يعني إنه كتب كتابها كان أكبر كتب كتاب اتعمل في مصر، وكان في منافسة شديدة بينها وبين كل البلوجرز اللي اتجوزوا معاها في نفس الوقت، وكان المفروض إنها الأيام دي بتحضر لفرحها. لكن في وسط التحضيرات طلعت وأعلنت خبر صادم للجمهور، وهو إنها عرفت أثناء تجهيزات الفرح إنها مصابة بالسرطان. والصدمة إنه الورم ما طلعش حميد، والخبر عرفته بسبب تحليلات الزواج، وإنه المفروض تستعد في أسرع وقت إنها تبدأ جلسات العلاج الكيماوي. ونشرت بوست أعلنت فيه الخبر وقالت: عمري ما كنت هصدق إني هبقى من الناس القوية دي، وبجد وإن اللي بشوفه وبسمع عنه هعدي بيه. النهاردة عرفت مرحلة علاجي، وإن للأسف الورم مش حميد، بس أنا متأكدة إن ربنا بيعمل الخير، حتى المرض خير لينا، ونحمد ربنا على نعمة الصحة ونحس بيها كويس قوي. الناس بتشوف الظاهر بس، وبتنسى إن في حاجات كتير مخفية الواحد بيعيشها. وكمان قالت: قعدت أيام كتيرة صحتي كويسة قوي الحمد لله من غير ما أحس بيها، وما عنديش أي مشكلة إن أحس بنعمة قد إيه مهمة. أنا قررت ما أجلش فرحي، وأول جلسة في العلاج هتكون قبل الفرح. ووجهت نصيحة لكل البنات وقالت: اوعي يكون عندك شك 1% إنك تعبانة ومتروحيش للدكتور، صحتك أهم من أي حاجة في الدنيا. حنان بتقول إن كل الأعراض كانت حاسة بيها من شهور طويلة، لكنها كانت بتتجاهل الموضوع وشايفة إنه مجرد أعراض من الإرهاق والتوتر، ولولا الصدفة في تحليل الجواز ما كانتش عرفت إن عندها المرض الخبيث. كل البلوجرز في الوقت ده قدموا لها الدعم، وقالوا إنهم هيقفوا معاها في محنتها وهيروحوا معاها في أول جلسات الكيماوي. وعلى الرغم من إنه كان في متابعين كتير اتعاطفوا مع حنان، في ناس تانية قالت إنه ما كانش مفروض تطلع وتعلن خبر زي ده، وكان ممكن تقول بعد فرحها أو بعد ما تبدأ العلاج بشكل أكيد، لأنها بالطريقة دي ممكن تقلق بنات كتير. وناس تانية شجعتها إنها بتساعد البنات على معرفة أهمية الكشف المبكر، وإنه بشكل أو بآخر لازم نهتم بصحتها حتى لو مش بنشتكي من أي أعراض. ادعوا للبلوجر حنان الحكيم بالشفاء، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد من موقع صوت الملايين.